نتابع في مجلس عوائل الشهداء المحاولات اليائسة التي تستهدف كرامة شعبنا ورموزه الوطنية. إن ما جرى في دوار زوري سابقا، دوار قامشلو من الآن وصاعدا، من اعتداء آثم وإطلاق نار استهدف العلم الكردي، ليس مجرد فعل تخريبي عابر، بل هو اعتداء مباشر على أرواح شهدائنا الذين امتزجت دماؤهم بألوان هذا العلم ليبقى مرفوعا في سماء الحرية. إننا في مجلس عوائل الشهداء وبصفتنا المؤتمنين على إرث المقاتلين الذين بذلوا الغالي والنفيس في خنادق المقاومة، نرى أن الرصاص الذي وجه نحو العلم في دوار قامشلو هو رصاص حاقد يستهدف العيش المشترك وإرادة شعوب المنطقة في الحرية والكرامة. وبناء على ذلك نعلن للرأي العام ما يلي: أولا، أن العلم الكردي ليس مجرد رمز قومي، بل هو الكفن الذي احتضن أجساد أبنائنا وبناتنا، والاعتداء عليه هو اعتداء على حرمة الشهداء وقدسية ذكراهم. ثانيا، ندين بأشد العبارات الجهات والأيادي التخريبية التي نفذت هذا الفعل، ونعتبره محاولة يائسة لجر المنطقة إلى الفتنة وزعزعة الاستقرار الذي تحقق بفضل دماء الآلاف من أبنائنا. نؤكد أن هذه الأفعال الجبانة لن تزيد عوائل الشهداء والشعب في روجافا إلا تمسكا بمكتسبات الثورة، ولن تستطيع أي قوة تكنيس الأعلام التي رفعت بتضحيات أبنائنا ورفاقهم. نطالب الجهات المعنية وقوات الأمن الداخلي بضرب يد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالرموز الوطنية وتقديم الفاعلين للمحاسبة.